سلام البنات، مرحبا بكم معايا في مطبخ الوصفات. كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم بريوش خفيف 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 بعجينه سهله واقتصاديه ما فيهاش مكونات بزاف وطريقه اسهل مما يكون. ما عليكم غير ديروا لي جيم كومنتير شباب وتبارطاجوا لا فيديو مع الحباب وما تنسونيش بالمتابعه اكيد. نبداو بسم الله بالوصفه. عندي كاس حليب دافي، 3 مغارف كبار سكر، حبه عبيط، 3 مغارف كبار تاع زيت. نخلطوهم مليح مليح مع بعض. ساهل هاد البريوش بالخف توجدوه. ونديرو الرشه تاع الملح اكيد ما نساوهاش، مغرف صغيره تاع لافاني، ونديرو هنايا الزاز تاع الليمون اللي هو الغرس، يعطي له بنه وريحه بزاف شابه البريوش. نخلط مليح مليح. انا بعد ما خلطت هذوك السوائل نجيب الفرينه بنفس الكاس اللي عبرت به الحليب، نعبر لكم به الفرينه بتعرفوا المقادير ديريكت وتجربوه ان شاء الله. درت 2 كيسان تاع فرينه في الاول وضفت لهم مغرف صغيره تاع خميره الكاطو ونبدا نلم في العجينه نتاعي. هنا مازال غسلت الفرينه، نضيف الكاس الثالث ونبدا نلم في العجينه. البريوش خلوه يتلاصق في اليد، ما ديروش ناشف. هنا الكاس الرابع دالي نص كاس، معناتها 3 كيسان ونص فرينه. كيما راكم تشوفوا العجينه لازم تكون تلصق في اليد. انا بقالي نص الكاس. نجيب هذيك العجينه وندير لها مغرف كبيره تاع مارغرين وندخلها مليح في هذيك العجينه. الا غبنتكم شويه رشوا غير شويه فرينه وبداو تدخلوا في هذيك المارغرين في هذيك العجينه حتى تويلكم ليس كيما هكا. نرجعها ونخليها تخمر، نديروها في بلاصه دافيه راه البرد شويه ونخلوها تخمر مليح. هنا بعد ما خمرت لي نديغازيها ونرش شويه تاع فرينه ونبدا نحل في العجينه. ديروا شويه تاع فرينه ولا تعطيكم قلب على التفاعل تاعكم والمحبه تاعكم، وشكرا بزاف اللي راهم يدعموني هنايا، شكرا لكم. هنا للاسف التصوير كانت تتهز شويه وكانوا الدراري هنايا مهبليني. راكم عارفين التصوير مع الدراري مع ما كاش كيفاه. نحلو العجينه هنايا مليح، نديروها بسمك رقيق ما يكونش خشين، نديروها على شكل كاري كما راكم تشوفوا. انا اختصرتكم طريقه الحل ما يجيكمش الفيديو طويل. وهنا عندي شوكولاته ختيني ندهن بها هذيك العجينه، ندهنوا غير النص تاعها. ديروا شويه الشوكولا باه يجيكم محشي مليح، يجي بزاف بنين وخفيف، ما عليكم غير تجربوه. ونجيب هذيك العجينه الزوجه ونغطي هذيك الشوكولا ونسقمها مليح باه تجينا الحبات متساويين. وهنايا نجو نقطعوا شرائط بالطول ولا ما نديرهمش عراض ولا صغار بزاف، نحاولوا نديرهم متساويين كاع كيف كيف كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كملتهم نبدا نرولي في الحبات التوعي. شوفوا كيجي الشكل تاعهم بزاف شباب. هذه الحبه الاولى، نزيد نوريكم حبات واحد اخرين. هنا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا مليح. وهذاك الطرف الاخير نديروه من تحت باه ما تتحلناش الحبه تاعنا. هاي ساهله. نكمل كاع هذوك الحبات اللي عندي ونستفهم في البلا ونخلو لي سباس بيناتهم. وهنا نجي نخبزهم هذوك الحبات شويه باه ما يجونيش معجنين ولا، ويزيدوا يضعفوا الحجم تاعهم مع يزيدوا يخمروا. بعد ما نكملهم نجيب حبه عبيض نضيف لها شويه تاع قهوه ولا شويه تاع حليب كما تبغوا، وندهن الحبات ونخليهم واحد 10 دقائق يعاودوا يخمروا شويه. ونكون مسخنه الفور على
180 درجة حتى 190، وندخلهم يطيبوا مليح، يدو تحميرة شابة، ونخرجهم. شوفوا هنا كي طابوا ما شاء الله. الا عندكم لاجولي دهنهم بشويه تاع لاجولي هكا على الوجه تاعهم، ولا اللي ما عندهاش دير العسل كيما درت انا. درت العسل دهنتهم به، وندير لهم رشه تاع سكر. شوفوا كي يجي الشكل تاعهم بزاف شباب، جو تحفه تحفه. هاد البريوش جو بزاف بزاف خفاف وشابين، روعه. ما عليكم غير تجربوهم، وإلا جربتوهم ما تنسونيش بكومونتير شباب. تهلاو في رواحكم، سلام.